ايه رأيك في السيلينيوم والجلوتاثيون؟ مضادات أكسدة هايلة بتدعم صحة البشرة والشعر. تعالوا اقول لكم مين دول وبناخدهم ازاي. الجلوتاثيون ده عنصر طبيعي بيتصنع في الجسم، بيساهم في ان هو يقلل نسبة الأكسدة ويدعم صحة الكبد. بيأكد الكلام اللي احنا كنا بنقوله المرة اللي فاتت، ان كل ما ظبطنا الكبد كل ما بشرتي وشعري بقوا احسن كتير. بيقوي المناعة برضو كمان، بس عشان خاطر يشتغل لازم نحط معاه صاحبه الجميل اللي هو السيلينيوم. مين السيلينيوم ده؟ ده عنصر نادر بس الجسم بيحتاج له دايما. هو اللي بيصنع للجلوتاثيون الانزيمات المضاده للاكسده اللي هيشتغل بيها، مثلا حاجه اسمها جلوتاثيون بيروكسيديز. فلذلك الاثنين لما بيتاخدوا مع بعض بيكون ليهم تاثير هايل، وبيدوا تاثير مضاد اكسده وبيحسنوا من شكل الشعر وشكل البشره. ده عن حده اتقلب ضده. ممكن جرعه زايده من السيلينيوم تعمل تسمم وتعكس الاكشن وتخلي بيحصل تساقط في الشعر. طب وبعدين ايه الحل؟ اننا نستخدمهم بجرعاتهم المظبوطه المطلوبه. مثلا السيلينيوم جرعته المفروض 55 مايكرو جرام، اقصى حاجه ممكن نوصل لها 400 مايكرو جرام. بالمكملات الغذائيه اللي في السوق هتلاقي فيها تقريبا 250. بالنسبه للجلوتاثيون فهو مفيش جرعه موحده ليه عالميا، بس برضو اغلب المكملات اللي موجوده في السوق في رينج ال 250 لحد 500 مللي جرام في اليوم. خدوا الاتنين مع بعض هيساعدوكم ان انتوا تحسنوا شكل البشره والشعر، بس تفتكروا ان البدايه بتبتدي من النظام الغذائي اللي احنا ماشيين عليه عشان صحه الكبد.